السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات، عاملين ايه؟ فيديو جديد مع حضراتكم من قناتكم لفة في مصر. احنا دلوقتي يا حضرات في مدينة الاسكندرية، تحديدا في حي العمرية. على يمين حضراتكم كده مباني العمرية، احنا في منطقة العمرية. وكنت عايز اوري حضراتكم دخلة برج العرب الجديدة من على الصحراوي، بعد طبعا خلصوا اعمال التطوير والانشاء اللي كانوا بيعملوا كوبري جديد فضل فتره كبيره جدا شغالين فيه. الكوبري ده خلص وبقى بيدخل على مدينه برج العرب، استاد الجيش، مطار برج العرب بكل سهوله من على الصحراوي، بدل ما نعمل اليوتيرن اللي كان بيتعمل من قدام لكل الناس. طبعا اهالينا اللي ساكنه في اسكندريه وفي العمريه هم اكيد حاسين بالموضوع ده. الكوبري اتعمل بشكل ممتاز وهنشوفه مع بعضينا، وتابعوا معايا في الفيديو. احنا دلوقتي يا حضرات عند كوبري العمريه، ده الكوبري اللي بيعدينا منطقة العمرية، وهنتابع مع حضراتكم الطريق وهنشوف ايه اخر تطورات الطرق في البلد. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا مجرد ما بنعدي الكارتة بيبقى فيه تكدس مروري قوي، وبيكون في عربيات نقل كتير، وبيكون منطقة سكنية. فطبعا الكوبري ده كان اتعمل بشكل ممتاز عشان يسهل الحركة ويدخلنا مدينة برج العرب بكل سهولة من على الطريق مباشرة. هتتابعوا معايا حضراتكم في الطريق وهنشوف ايه اخر تطورات الطريق. وبالمناسبة احنا دلوقتي يا حضرات داخلين على كوبري جديد لسه عاملينه اهو قدام حضراتكم. الكوبري ده يا حضرات ده يوتيرن، كوبري بيلففنا ويرجعنا تاني زي ما حضراتكم شايفين كده. بص على اليمين، شايفين على اليسار، بص ده شكل الكوبري. الكوبري بياخدنا من هناك كده يا حضرات، طلعته من هناك كده بيلففنا وبينزلنا مع العربيات اللي حضراتكم شايفين، بينزلنا كان هنا في يوتيرن يا حضرات، كان الملفات والعربيات كانت نيجي نعمل اليوتيرن او الملف كان بيحصل تكدس مروري. طبعا مع خروج الموظفين هنا منطقه شركات ومنطقه مصانع كتير جدا، غير طبعا اللي مسافر على الطريق، غير النقل اللي مسافر، غير حاجات كتير جدا. فاليوتيرن كان بيبقى صعب جدا وبيبقى فيه تكدس مروري رهيب جدا. الكوبري اللي ورا ده اتعمل عشان يخفف الضغط، واتعمل بشكل ممتاز وبملفات ومقايسات محترمه عشان العربيات النقل الكبيره والمقطوره الكبيره تطلع عليه. ودلوقتي حضرات احنا مجرد ما بنعدينا كوبري العمريه والكوبري اليوتيرن اللي انا بوري حضراتكم عليه كده، بيظهر قدامكم كوبري برج العرب الجديد، وقدام حضراتكم اليافطه موضحه بيقول لكم استاد الجيش المصري يمين. ده الكوبري اللي انا قصدي عليه واللي انا كنت بوضحه لحضراتكم. الكوبري يا حضرات 1 2 3 4 حارات، السرعه عليه 40، موضحين ان السرعه عليه 40. قبل ما الكوبري ده حضرات ما كان بيخلص كان بنلف من قدام وكان بيحصل يوتيرن وبنلف وبنرجع تاني. دلوقتي بكل سهوله كده يا حضرات بنروح واخدين الكوبري من على الطريق مباشره، بياخدنا شمال كده زي ما حضراتكم متابعين معايا، وبينزلنا على مدينه برج العرب. احنا كده يا حضرات داخلين على مدينه برج العرب. وبالمناسبه وهصور لحضراتكم في فيديو اخر عشان ما اطولش على حضراتكم، مدينه برج العرب بيحصل فيها تطوير واعمال انشاء كتير جدا وتوسعات في الطرق في كل مكان باتجاه مطار برج العرب. فهم تقريبا هيوسعوا الطريق وهيحسنوه وهيخلوه يزيد جوده افضل في الاتجاه اللي بيوصل لمطار برج العرب. وبالمناسبه يا حضرات اول ما حضراتكم ما هتنزلوا من على الكوبري الجديد اللي بيدخلنا على مدينة برج العرب، اتعمل نظام رادارات ومراقبة وحزام، وهنشوفه دلوقتي مع بعض يا حضرات. نفس الأنظمة اللي موجودة في القاهرة واللي اتوجدت في كل مكان في أنحاء الجمهورية. في أول دخلة مدينة برج العرب عند كوبري المشاة اللي معمول ده يا حضرات، بيقابلنا كاميرا برادار بتضرب فلاش، حزام، موبايل، سرعة. أتمنى إن حضراتكم الفيديو يكون عجبكم. احنا عدينا كده الرادار تمام. احنا دلوقتي اليافطه موضحه على حضراتكم على استاد الجيش المصري 5 كيلو، مطار برج العرب 18 كيلو. في فيديو اخر هصور لحضراتكم تعديلات الطريق واشوف وش حضراتكم على الف خير. وما تنسوش تدعموني في القناه، ولو في اي كومنتات حابين حضراتكم تضيفوها يا ريت اتشرف بتعليقاتكم وبمشاركتكم معايا في الفيديو في الطريق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.